بيقولوا كل إنسان فينا نص ناقص، بيدور على نصه التاني عشان يكتمل بيه. بس هل فعلا في حد في الدنيا اتخلق مخصوص عشانك، ولا دي أسطورة حبينا نصدقها علشان نحس إن في قدر بيجمعنا بحد تاني؟ النهاردة هنحكي على أصل الأسطورة دي، ونشوف هل الإنسان محتاج نص تاني ولا محتاج يعرف نفسه الأول. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. كلنا سمعنا جملة أنا لقيت نص التاني، كلنا دورنا عليه ويمكن لسه بندور. طب إيه اللي يحصل لو قلتلك إنك كامل لوحدك، وإنك مش نص أصلا، وإن أكبر كذبة في تاريخ الرومانسية هي فكرة النص الآخر؟ هل إحنا فعلا أنصاف وبندور على اللي بيكملنا، ولا إحنا أرواح كاملة بتدور على أرواح كاملة تانية تمشي معاها الطريق؟ النهاردة هنفتح الكتاب ده وهنقرأ اللي بين السطور. الأسطورة جاية من الفيلسوف الإغريقي أفلاطون. أفلاطون كان بيحكي إن في الزمن القديم كان الإنسان مخلوق بكائن واحد، فيه اتنين مع بعض، ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين، وكان عندهم قوة خارقة. الآلهة بقى خافت من قوتهم دي، فقرروا يعاقبوهم، فقسموهم لنصين، ومن ساعتها كل نص بقى بيدور على النص التاني اللي اتفصل عنه. ولما بيلاقوا بعض بيحسوا بحب غريب وإحساس بالاكتمال والكمال. ومن هنا اتولدت فكرة النص الآخر. الغريبة إن أرسطو تلميذ أفلاطون كان ليه رأي عملي أكتر. أرسطو ما اتكلمش عن أنصاف، اتكلم عن الفضيلة وعن الاكتفاء الذاتي. بالنسبة لأرسطو الحب أو الصداقة العميقة مش علاقة بين نصين، هي علاقة ما بين اتنين كاملين، اتنين أصحاب فضيلة بيساعدوا بعض يكونوا أفضل. يعني العلاقة مش بتكملك، هي بتطورك. نيجي بقى لعمق تاني خالص. الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. الغزالي لما اتكلم عن المحبة كان ليه نظرة مختلفة، بيشوف إن القلب البشري فيه فراغ أو جوع دائم، والجوع ده مفيش خلق أو بشر يقدر يشبعه. الاكتمال الحقيقي بالنسبة للغزالي مش في النص الآخر، الاكتمال الحقيقي في حب الخالق، وحبنا للبشر هو مجرد جسر أو انعكاس للحب الأسمى ده، لأنك بتدور على الكمال الإلهي في نقص بشري. وفي العصر الحديث دكتور مصطفى محمود الله يرحمه بسط الفكرة دي وما تكلمش عن نص تاني، هو اتكلم عن رنين الأرواح. رنين الأرواح إنك مش بتدور على اللي بيكملك، انت بتدور على اللي بيشبهك، الروح اللي ليها نفس التردد بتاعك. وعلم النفس الحديث بيحذرنا من فكرة النصف الآخر، لأنها بتولد الاعتمادية عندك، اللي هو أنا من غيرك ولا حاجة، ودي وصفة أكيدة لعلاقة سامة. الحب الصحي قايم على الاستقلال المتبادل، يعني أنا كامل بيك وكامل من غيرك، لكن بختار أكون بيك أنت. بس السؤال هنا، هل الحب فعلا بحث عن نص تاني، ولا هو محاولة للهروب من الوحدة اللي جوانا؟ علم النفس بيقول إن الإنسان لما بيحب بيشوف في اللي قدامه انعكاس لنفسه، مش نصه التاني لكن مرايته. اللي بيخلينا نحس بالاكتمال مش وجود حد يكملنا، لكن لما نعرف نفسنا كويس ونبقى احنا نفسنا كاملين. في جملة بتقول مش لازم تلاقي النص التاني، لازم تبقى إنسان كامل وتقابل إنسان كامل وتعيشوا حبكم من غير احتياج. يمكن فكرة النص الآخر بتغرينا لأنها بتدي معنى للفقد، بتخلينا نصدق إن اللي سابنا غصب عنه، وإننا مش خسرنا حب، إحنا خسرنا نصنا التاني. بس الحقيقة إن الحب مش قدر، الحب اختيار، والنضج إنك تختار حد تمشي معاه الطريق، مش تستنى نصك يكملك. يمكن مفيش نص تاني، يمكن إحنا النص الأول والآخر لنفسنا، بس اللي مؤكد إن كل حب صادق بيعلمنا حتة من الحقيقة اللي جوانا، وساعتها بس مش بندور على حد يكملنا، بندور على حد يفهمنا. يمكن لازم نبطل ندور على نصنا التاني ونبدأ نشتغل على نصنا الأولاني اللي هو نفسنا. يمكن الاكتمال مش شخص هنلاقيه، يمكن الاكتمال دي رحلة بنمشيها مع نفسنا الأول. والحب الحقيقي مش إنك تلاقي اللي يملى فراغك، الحب الحقيقي إنك تلاقي شريك كامل تشاركه كمالك،
اللي انت وصلت له. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. أشوفكم على خير إن شاء الله. من غير ما تدوروا على نصكم التاني، دوروا على نفسكم الأول.